بيبدأ ملخصنا مع وصول عيلة المهندس توم لأفريقيا لأنه عنده مهمة بناء سد في البلد، وقرر ياخد عيلته معاه عشان يفكوا شوية ويتعرفوا على مراته الجديدة إيمي. وبنشوفهم نازلين من الطيارة، ولكن إيمي كانت تعبانة شوية من طول الطريق، فتوم بيتأسف لها عشان الرحلة الطويلة. بس بنته جيس اللي في سن المراهقة مش بيكون عاجبها اللي بيحصل، وبتقول لهم يخفوا شوية، خصوصا إنها معتقدة إن باباها طلق أمها علشان يتجوز إيمي، فأكيد هتكون جيس كرهاها جدا. بس محدش يعرف أحداث ملخصنا هتوصلهم لحد فين في الكره ده. ونكمل، وبتوصل عربية بتاخد العيلة، والابن الأصغر ديف بيركب قدام مع والده، وجيسي وإيمي ورا. وطول الطريق بيحاول توم يخلي بنته تفك ويقولها تتفرج على الطبيعة بدل ما هي مكشرة كده، وبلاش تضيع الرحلة منها. بيوصلوا بعدها الفندق، وإيمي بتعوم مع توم، وكانت جيس وديف بيراقبوا من بعيد. بس جيس كانت بتقول عليها كلام وحش، زي إنها عجزت وفاكرة نفسها لسه صغيرة وعايزة حد يحسسها إنها لسه في العشرين. بس أخوها بيشيل السماعة من على راسها وبيقولها صوتك عالي، وبيحذرها لأن باباها يزعل منها، لكن هي مش بتكون مهتمة بزعل حد أصلا. وعلى العشاء بالليل بتكون العيلة كلها بتتعشى ومبسوطين، وتوم بيعزم على جيس عشان تاكل، بس بتتعصب عليه وبتقوله إنها نباتية والمفروض يكون عارف وهي مش عايزة تاكل لحم لا تتحول لأسد. بتضحك إيمي على أساس إن دي نكتة، بس جيس بتتضايق وبتقولها تبطل ضحك، وبتقوم وتسيب الأكل وتبوظ إيمي العشوة. بس أبوها بيروح وراها وبيسألها مالك، فبتعرفوا إنها ما كانتش عايزة تيجي وهو أجبرها، لكنه بيعرفها إن دي فرصة كويسة عشان تتعرف على إيمي. بس جيس بتقوله إنها مش هتتعرف على ست اللي مامتها اتطلقت بسببها. بيكلمها الأب بهدوء وبيعرفها إن هو ومامتها متطلقين من قبل ما يشوف إيمي، لأن الحياة بينهم بقت مستحيلة وهما اللي اختاروا كده، فبلاش تبني أوهام، وبيترجاها تدي لإيمي فرصة وهي بتحبها. بس جيس بتعيط وبتقوله إنها عايزة ترجع البيت، فبيهديها أبوها وبيوعدها إنهم هيرجعوا قريب. كانت جيس في الوقت ده شايفاهم من بعيد وهي واقفة تدخن ومتضايقة من اللي حصل، لأنها مش عارفة تقرب من إيمي، خصوصا إنها في سن خطر. بس لما بترجع الأوضة مع توم بيقول لها بلاش تزعل من بنته، لأن اللي حصل صعب عليها ودماغ المراهقين متعبة شوية، وكمان هي خايفة. بتتريق إيمي وبتقوله بنتك دي تخوف بلد، ده أنا بخاف منها، عموما أنا هجرب أقرب منها. تاني يوم بنشوف توم وهو بيسلم عيلته لواحد من الصيادين اللي هياخدهم في رحلة جوه الأدغال، بس هو مش هيروح يركب معاهم علشان هيروح يشتغل في السد، وبيتأسف لهم إنه مش هيكون معاهم، وبيعرفهم إنه هيكون مستنيهم لما يرجعوا. بتطلع العربية على الغابة وبيفرجوا من الصيادة على المناظر الطبيعية، وديف كان مبسوط بيها عكس جيسي اللي حس بملل، فالسواق بيقول لها إن في طرق تانية أحسن ويقدروا يتفرجوا منها أقرب. إيمي بتسأله لو في طرق تانية، بس بتكون خايفة يدخل منها، لكنه بيفكرها إنه صياد ودليل فبلاش تخاف وهي معاه، وبيسيب السواق الطريق الرئيسي وبيدخل جوه الغابة. وكان ده أسوأ قرار أخده، لأن بعد شوية هتنقلب أحداث القصة، عشان بعد مسافة قصيرة ديف طلب منه يروح للحمام، والغابة ما فيهاش حمام، بس يوقف الصياد وفضله إزازة مية ورفض ديف يستخدمها، فقرر إنه ينزل معاه لورا الشجر عشان يخلص ويكمل رحلته. إلا إن إيمي كانت خايفة، بس الصياد طمنها ونزل وأخد المفتاح معاه وبندقيته، واستنى ديف على ما يخلص براحته، لكنه كان عايز أوراق حمام. فاتضايق الصياد وقال له إنهم في أفريقيا فينجز بقى، لأن وقفته هنا خطر. في الوقت ده كانت إيمي بتحاول تفتح حوار مع جيس عشان تقرب منها وتحل مشاكلهم، بس اللي كان بيحصل بره كان أخطر، لأن الصياد شاف أسد ورا ديف ورفع سلاحه عشان يقتله. وقتها جيس شافت اللي بيحصل وقالت لإيمي اللي مش باصة ناحيتها إن في حاجة بتحصل، وهي فكرتها بتتكلم على علاقتها بباباها، فنبهتها عشان تبص ناحية ديف، وشافت الصياد وشافت ورا ديف الأسد، والصياد بيقول لديف يجي ناحيته على مهله علشان الأسد ما يأذوهوش، وبيتحرك وراه فعلا، وبيبدأوا يرجعوا للعربية. ولكن في مشكلة أكبر، إن في أسد تاني بيراقبهم والصياد مش شايفه، وإيمي وجيسي كانوا بيخبطوا على الإزاز ينبهوهم، لكن الإزاز عازل، فقررت إيمي تنزل وتجذب انتباه الأسود لحد ما الصياد وديف يرجعوا. ونزلت من العربية وفضلت تصرخ علشان الأسود تنتبه لها، وفعلا نجحت، ورجع ديف مع الصياد ودخل ديف بس وإيمي. وللأسف في أسد تالت هجم على الصياد وقتله قبل ما يوصل للعربية، في موقف مرعب لكل العيلة اللي فاجأ بقوا لوحدهم وسط وكر الأسود اللي سحبت جثة الصياد بعيد عنهم. في الوقت ده كان توم في شغله ومشغول في بناء السد. في الغابة كانت إيمي بتحاول إنها تلقط إشارة بتليفونها، بس ما كانتش طبعا في إشارة، وده الطبيعي وسط الغابة دي. وجيس كانت خايفة وبتقول لها إنهم في مشكلة كبيرة ومحدش هيلاقيهم، لكن إيمي بتحاول تطمنها وبتقول لها إن المشكلة مش كبيرة، وطول ما هم جوه فهم بأمان. لكن جيس بلسانها الطويل دي قالت لها إن في مشكلة، ولو هي مش حاسة بيها تبقى غبية زي ما أمها قالت عليها. بتسكت إيميلي إن ده مش وقت ختان خالص، وبتقول لها إن باباها هيلاقيهم، بس بتتعصب جيس عليها لأنهم سابوا الطريق الرئيسي، فإزاي بقى هيلاقوهم.
بتحاول إنها تطمنها، فالأسد الكبير طلع فوق العربية وفضل فوق السقف، وبسبب ده بدأ الإزاز الأمامي يتشرخ، ولو اتكسر فهم كده ماتوا خلاص. بس ستر ربنا إنه نزل لما ما عرفش يدخل العربية، بس باصص لهم قبل ما يمشي كأنه بيوصل لهم رسالة إنهم مش هيمشوا من هنا عايشين. بتحاول إيمي بعدها تطمنهم، بس جيس كل اللي على لسانها إنهم هيتاكلوا هنا. وبعد شوية بتشوف جيس بندقية الصياد، وبتعرف إيمي إنهم محتاجينها، بس بتقول لها إن محدش هينزل من العربية. بعدها ديف بيقول لها إنه عطشان، فبتعرفه إنه مش معاهم غير عبوة واحدة ولازم يحافظوا عليها. بس لما بتلاقيه عطشان جامد بتديله المية وبتقوله بلاش يشرب كتير علشان مش عارفين هيرجعوا إمتى للبيت. في نفس الوقت كانت الأسود قاعدين قدامهم مراقبينهم ومش ناويين يمشوا. أما ديف بيقول لإيمي إنه جعان، فبتقول وأنا كمان، وأول ما نرجع هناكل اللي نفسك فيه. وبيضحكوا سوا، بس جيس ركبت السماعات لأنها مش طايقة كلامهم. وفي القرية بيوصل توم للبيت وبيدور على عيلته، بس بيتصدم من اتنين من شركة الصيد جايين يعرفوه إن حصلت مشكلة مع عيلته. في الوقت ده كانت العيلة صاحية في قلب الغابة وخايفين الأسود تهجم عليهم، وجيس كانت عايزة تشغل النور لكن إيمي رفضت عشان البطارية ما تنامش منهم، وأكيد هم يحتاجوها لما يجي باباها يدور عليهم. بس جيس بتفكرها إنها قالت إنهم هيلاقوهم خلال النهار، بس إيمي ما كانش عندها إجابة. وجيس ولعت الكشافات عشان تعرف لو لسه موجود، واتصدمت إنهم قدام العربية لسه قاعدين. وفي شركة الصيد بيكون توم متعصب لأن الشركة مش راضية تتحرك وتدور على عيلته غير بالنهار عشان النور. بيتعصب، ولكن الموظفة بتقوله إنها تديله رقم الصيادة عشان يساعده، وفعلا بتتصل بيه وبيكلموا توم عشان يطلع معاه يدور على عيلته. فبيقوله إنه صياد لو عايز يصطاد يروح معاه، وكمان مستحيل يخرج دلوقتي بسبب المطر. بس توم بيستغرب عشان مفيش مطر أصلا. بس بعد دقايق بتمطر، وبيكون الصياد شاطر لدرجة إنه يعرف إمتى هتمطر من شكل السماء. بيضطر توم إنه يبات في المكتب الليلة لحد ما الطيارة اللي هتدور على عيلته توصل الصبح. في الوقت ده كانت العيلة هتموت من العطش والرعب في نفس الوقت ونفسهم يشربوا، فبتفتح جيس الشباك وبتحاول تشرب، بس إيمي بتقول لها تقفل بسرعة، لكن بتعرفها إنها عطشانة ومفيش حد حواليهم فبيعملوا زيها. بس الأسد كان هجم عليهم، ولحسن الحظ لحقوا يقفلوا الباب بسرعة ورجعوا تاني للعربية وهم خايفين. بيطلع النهار أخيرا وبتوصل الطيارة اللي توم كان فاكر إنه هيروح معاها، بس الطيارة عرفوا إن الطيارة مش فيها غير مكانين أصلا وهو اللي هيدور على عيلته. بيتضايق توم وبيسأله وأنا أعمل إيه لحد ما أنتوا ما ترجعوا، فبيقول له اشرب قهوة بكل برود. بس توم بيرجع المكتب وبياخد رقم وعنوان الصياد الخاص. وفي الغابة كانت العيلة تعبت من قلة الأكل، وبيصحى ديف على نور بيضرب في عينه، ولما بيفوق بيلاقيها انعكاس المفاتيح. فمنبه إيمي اللي بتقوله ممكن ما تبقاش مفاتيح وبتبقى أي حاجة بتلمع، لكن جيس بتستخدم الكاميرا وبتقرب الصورة وبتتأكد إنها المفاتيح. وبتقول لي إيمي إنهم محتاجينها عشان مش هينفع يستنوا هنا كتير. إيمي كانت خايفة ورافضة إن حد منهم ينزل من العربية عشان أكيد هيجي ويلاقوهم، بس إيمي اتعصبت عليها لأنها مش بتحاول حتى تعيش، وبتقول لها إن هي اللي هتنزل لأنها أصغر وأسرع. بس إيمي بترفض وبتقول إن هي اللي هتنزل، بس ديف كان خايف وبيقول لها ما تسيبيناش لوحدنا، لكن بتطمنه إنها ترجع وبتنزل من العربية وهي خايفة وبتمشي ناحية المفاتيح ببطء. ولكن بتشوف جيس الأسود مستخبين وسط الأعشاب المغطية لونهم، فبتصرخ عشان إيمي ترجع لأن الأسود بدأت تتحرك ناحيتها. لكن إيمي جريت أخدت المفتاح ورجعت بأسرع ما عندها للعربية تاني قبل ما الأسد ياكلها، والأسود بدأت تهجم عليهم، بس إيمي شغلت العربية بسرعة ومشيت وهي مرعوبة. بس بسبب طبيعة الأرض الصعبة والمنحدرات الكتيرة للأسف العربية فلتت منها وما عرفتش تسيطر عليها وغرست منهم، وكمان خزان البنزين اتخرم وبدأ يتسرب البنزين. وبقيوا دلوقتي في مشكلتين، الأسود والعربية اللي باظت، وبعدهم أكتر عن الطريق الرئيسي لأنهم بقوا وسط الجبال. نرجع لتوم اللي بياخدوا السواق لبيت الصياد وسط الغابة، ولكن بيحذروا منه إنه عنيف وبيقولوا إنه شاطر بس لو عرف يتفق معاه أصلا. وأول ما بينزله بيمشي على طول عشان خايف من الصياد. أما توم بينزل ينادي عليه وبيلاقيه قاعد في الجهة التانية من البيت، فبيعرفه إنه اللي كلمه بالليل وبيطلب منه يجي معاه عشان يدور على عيلته. بس الصياد بيدخل البيت وبيقفل في وش توم اللي بيتعصب وبيدخل وراه، لكن بعد ثواني بيرميه الصياد بره بيته وبيقول له إنه سبق وعرفه إنه صياد مش مربية عشان يدور له على عيلته، وبعدين الشركة هتدور عليهم. بس بيعرفه إنه مش هيقدر يستنى هنا وعيلته في الغابة، وبيعرفه إنه مهندس ومعاه فلوس كتير وهيدفع اللي يطلبه منه بس يطلع معاه للغابة. والصياد أول ما سمع موضوع الفلوس قرر يروح معاه. ونرجع للغابة وكانت إيمي والأطفال منهارين من اللي حصل وخايفين، وجيس بتتخانق مع إيمي عشان موضوع موتهم بقى مجرد وقت قصير عشان محدش هيلاقيهم في المكان ده. بس إيمي بتتعصب عليها وبتقول لها أنا معاكي ومش عارفة أعمل إيه ومحدش هينزل من العربية
لحد ما يوصل الناس اللي بيدوروا عليهم. وفي الغابة كان الصياد نزل بعربيته وبيسأله توم لو يقدر يدور على أثرهم، بس بيعرفوا إنه أي أثر سابوه المطر مسحوه امبارح، وبيقولوا إنهم هيدوروا جوه الغابة لأن الطيارة هتدور على الطريق الرئيسي وبس، وممكن يعدوا فوقهم من غير ما يشوفوهم. وفعلا الطيارة كانت بتمر من فوقهم أكتر من مرة لكنها بعيدة عنهم جدا، ولسه الأسود واقفة بتتفرج عليهم. ولكن ديف بيكون تعبان، وعشان بيقول لإيمي إنه عطشان جدا فبتحاول تجمع له شوية مية من المطر، بس مش بيكون كتير. وقتها بتسمع جيس صوت طيارة وبتقول لهم إنهم وصلوا ولازم ينزلوا عشان يشوفوهم، بس إيمي بترفض لأن محدش هيشوفها وسط العشب. لكن جيس بترفض تسمع لها وبتنزل من العربية جري وبتجري وسط الغابة وهي بتصرخ على أساس إنهم سامعينها، لكن بتقع بعدها لما بتلاقيهم مشيوا لأن المسافة بعيدة جدا ما بين الغابة والطيارة. وبتنهار جيس اللي إيمي نزلت وراها وفضلت تهدي فيها وحاولت إنها ترجع بيها، لكن اتفاجئوا إن في أسد جاي عليهم، وقبل ما يهجم عليهم بيلاقوه أخد طلقة ومات. وبيكون دول 2 أفارقة وصيادين غير شرعيين قتلوا الأسد عشان يسلخوه وياخدوا جلده وأحشائه، بس إيمي بتكون خايفة منهم وبتاخد جيس وبترجع بيها للعربية وبتقول لها تلبس الجاكيت بتاعها. فهم وسط الغابة والناس دي معاها سلاح ومش عارفين ناويين على إيه، بس جيس وإيمي بيراقبوهم من العربية وهم بيشرحوا الأسد. وجيس بتقول لها خلينا نطلب منهم المساعدة أو حتى يدلونا على مكان المية. فبينزل الاتنين وإيمي بتقول لديف يقفل كويس وراهم، وبينزلوا يسألوا الصيادين على مية بس مش بيكونوا فاهمينهم. فبتحاول جيس معاهم بلغة الإشارة وبفهمها الصياد وبيشاور لها لما تيجي وراه، بس إيمي كانت رافضة لحد ما قالت لجيس تثق فيها شوية ومشيت ورا الصياد اللي أخدها لبحيرة، بس قالته لو معاه حاجة تاخد فيها مية، وكان موجود ينفع ياخدوا فيها مية، فقطع لهم 2 وبدأت تملاهم. لكن قبل ما تكمل بيسمعوا صوت ضرب نار، فبيجري الصياد وبيسيبها بس هي بتجري وراه. ولما بيوصلوا بتصرخ إيمي عليها عشان تدخل العربية لأن الصياد التاني مات، فبتدخل بسرعة وبيطلبوا من الصياد اللي كان مع جيس يدخل، لكنه بيمشي عشان يدور على صاحبه. وإيمي بتهدي جيس لأنها مش هتعرف تعمل له حاجة، وبتديهم جيس المية عشان يشربوا. ونرجع لتومي والصياد. الأول بيلاقوا أثر لبقايا أكل الأسد، وبيعرف الصياد إنه أكل إنسان وأكيد عجبه طعمه وهيرجع لمكانه تاني، وبيقول له إنهم هيخيموا وسط الغابة لأن مش هينفع يمشوا بالليل. نرجع لجيس اللي حاولت تفتح كلام مع إيمي وسألتها عن الطريقة اللي قابلت بيها باباها، فعرفتها إنهم اتقابلوا في طيارة وعزم عليها بالعشاء أول ما نزلوا. وقتها كان مطلق مامتها وهي اتأكدت، ولو كانت عارفة إنه متجوز عمرها ما كانت هتقبل ترتبط بيه. وأخيرا بتتحسن العلاقة بينهم شوية عشان جيس عارفة أصلا إن باباها مطلق أمها من زمان. بعد شوية بيسمعوا صوت وبيخافوا، لكنه بيكون الصياد اللي بيدخل العربية بسرعة لأن الأسد كان بيجري وراه، بس الأسد كسر الإزاز وسحبه من راسه من العربية وسط صراخ وصدمة العيلة اللي حاولت تساعده بس ما عرفوش. بيطلع التالت نهار عليهم وسط الغابة، وبتكون جيس خايفة لأن العربية المفروض تحميهم اتدمرت، وبتسأل إيمي يعملوا إيه لأن وجودهم هنا خطر ولو نزلوا يمكن حد يشوفهم ويلاقوهم. بس إيمي بتقول لها إن مفيش قدامهم اختيار غير إنهم يستنوا الإنقاذ بدل ما يتاكلوا دلوقتي. في الوقت ده كان توم والصياد قربوا منهم كتير وشافوا النسور وهي بتطير فوق حاجة. أما عند العيلة كانت الضباع بتاكل في بقايا الصياد، لكنها خافت ومشيت، وكانوا مش عارفين هي خافت من إيه لأن مش شايفين الأسد وهو جاي من فوق. بس كانوا بدأوا يهدوا شوية ويتكلموا سوا، وإيمي عرفتهم إنها بتدخن لما بتبقى متضايقة، فبتضحك جيس معاها وبتقول لها إنهم فعلا أوقات محدش يقدر يتحملهم. لكن بعد شوية بيلاحظوا وصول الأسد الكبير، فبيستخبوا ورا الستاير اللي عملوها علشان ما يشوفهمش، لكن بيسمعوا صوت عربية واللي كانت عربية توم والصياد، وشافوا بقايا الصياد الإفريقي. لكن الصياد كان عايز يرجع وتوم رفض وقال له إنه هيكمل بحث عنهم، ورجع للعربية وهو متضايق عشان فكر إن ده هيكل لحد من عيلته. فالعربية حاولت إيمي إنها تنزل عشان تعمل صوت، وجيس كانت رافضة بس عرفتها إنها تسمع كلامها وتفضل مكانها، ونزلت إيمي بحذر وبعدها فضلت تصرخ عشان حد يسمعهم. وفعلا سمعها الصياد أخيرا، وتوم أول ما شافها فرح وشاف العربية وعرف إن عيلته لسه بخير، فنزل جري ليهم بس ما كانش يعرف إن الأسد لسه موجود ومستخبي، والصياد طلع يجري وراه عشان يلحقه في نفس الوقت اللي كانت إيمي بتجري عشان ترجع للعربية. لكن توم قدر يجري ناحية العربية والصياد قتل الأسد الأول، بس ما كانش يعرف إن في واحد تاني وراه وهجم عليه وقتله. وتوم ما عرفش يدخل العربية ونزل تحتها لأن الأسد حصله، وإيمي اطمنت إنه لسه عايش، فطلبت من الأولاد إنها تديلهم إشارة أول ما يسمعوها منها يجروا ناحية الشجرة ويطلعوا فوق، وقالت لتوم نفس الكلام. وبعدها بدأوا يكسروا خزان البنزين، وخرجت من باب العربية وشدت انتباه الأسد ليها، وأول ما جري ناحيتها قالت لتوم الأولاد يخرجوا بسرعة، وفعلا نفذوا كلامها وخرجوا جري. بعدها دخل الأسد العربية وهي ولعت في القماشة اللي انفجرت بالعربية لكنها ما خرجتش، والكل كان مستني إنها تطلع وزعلوا لما فكروا إنها ماتت، بس خرجت أخيرا وكانت لسه عايشة. واتجمعت العيلة من تاني ورجعوا بعربية الصياد اللي مات بسببهم، وهم رجعوا بخير. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.